بعد ولادتها بأشهر قليلة، لاحظ والد طفلة من إقليم العرائش وجود فتق صغير في جسدها، حيث توجه الوالدان بها إلى المستشفى الإقليمي للمريم بالعرائش. وبعد التشخيص طلب منهما الطبيب انتظار تخطي الطفلة لعمر السنة لإجراء العملية الجراحية. وبعد وصول الطفلة لعمر 1 و4 أشهر ساءت حالتها، ليتوجه بها الأب إلى المستشفى مجدداً. وبعد الفحوصات قرر الطبيب إجراء العملية الجراحية، حيث طلب من الأب أداء مبلغ 2600 درهم دون تحديد موعد لإجراء هذه العملية. الأب انتظر طويلاً رغم معاناة الطفلة مع الألم، ليعود إلى المستشفى مستفسراً عن موعد إجراء العملية، ليتفاجأ بإلغائها دون مبرر. ألم الطفلة لم يترك للوالد وقتاً لمساءلة المستشفى حول هذا الإلغاء الغامض بعد استيفاء كل الإجراءات الإدارية لمباشرة العملية، وطلب فقط إرجاع المبلغ الذي دفعه للمستشفى، ليتمكن من إيقاف معاناة طفلته في مكان آخر. الأب البسيط وفي حيرة بين ألم طفلته وعوز حاله، ظل تائها بين مكاتب المستشفى دون أن يتمكن من استعادة مبلغ العملية إلى حدود كتابة هذا التقرير. الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي التقت بالأسرة استغربت قرار إلغاء العملية من مستشفى عمومي، متسائلة عن أسباب ذلك، كما وجهت لإدارة المستشفى في بلاغ لها عدة تساؤلات حول استخلاص مبلغ العملية قبل إجرائها بوقت طويل وحول قرار الإلغاء. كما دعت المحسنين لمساعدة الأب لإيقاف معاناة طفلته في مستشفى آخر، قبل مباشرة الإجراءات القانونية ضد إدارة مستشفى للمريم.